نعود لكرة القدم الأوروبية، حيث أعلن برشلونة منذ قليل ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول بعقد مدته 5 مواسم ونصف في صفقة قياسية. أكدت التقارير الصحفية أنها ستصل إلى 160 مليون يورو. النادي الكتالوني ذكر في بيان رسمي أنه تواصل لاتفاق مع ليفربول لانتقال اللاعب، مشيرا إلى أن العقد يتضمن شرطا جزائيا لفسخه قيمته 400 مليون يورو. ذكر البيان أن النادي سينشر لاحقا تفاصيل أكثر عن الصفقة. وأكدت مصادر بين سبورت أن الدولي البرازيلي في طريقه الآن إلى العاصمة الكتالونية. كوتينيو واسمه الكامل فيليبي كوتينيو كوريا، من مواليد 12 يونيو عام 92 في ريو دي جانيرو البرازيلية. في طفولته تفتقت موهبته الكروية لينضم إلى الفئة الصغرى لفاسكو دا غاما. عام 2008 انتقل إلى إنتر الإيطالي ب4 ملايين يورو لتتم إعارته لفريقه الأول فاسكو دا غاما مجددا، وهناك أصبح صانعا للألعاب في الفريق الأول. أما بدايته الرسمية مع إنتر فكانت عام 2010. آنذاك كان أنصار الإنترناسيونالي يرون فيه مستقبل الفريق، لكن معاناته في إيطاليا أدت إلى إعارته عام 2012 إلى إسبانيولا الإسباني. لبث عاما هناك قبل أن ينتقل إلى ليفربول في يناير 2013 ب9 ملايين ونصف المليون يورو. في أنفيلد تألق كوتينيو بنظرته الشاملة للعب وتمريراته ومراوغاته وهجماته الطويلة، ليطلق عليه زملاؤه في الفريق ومشجع النادي اسم الساحر الصغير، وتوقع له الأسطورة بيلي مستقبلا زاهرا. ها هو كوتينيو الآن أحد اللاعبين الأكثر قيمة في تاريخ الكرة، ويبدو أن تلهف نايكي لرؤيته في برشلونة جعلها تستعجل الأمور لتنشر إعلانا لقمصان برشلونة على متجرها الإلكتروني بينها قميص يحمل اسم كوتينيو حتى قبل انتقاله. وربما يكون هذا الإعلان الذي سحبته نايكي أحد الأسباب التي جعلت صفقة انتقال الساحر الصغير تكون بمبلغ فلكي.